السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. قبل بقى نبتدي اي حاجة عايزين كده ننزل نكتب في الكومنتات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بس كده. وهنرجع بقى النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل حاجة خفيفة ولذيذة جدا جدا بتتباع في الشارع، ريحتها بتجيب اخر الدنيا، وهي ايه بقى؟ سجق شرقي. هنعمل طريقة السجق بالطماطم والفلفل والبصل بطريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة. 5 دقايق على النار، و5 دقايق هتقطعي الحاجة. الأكلة كلها مش هتعمل معاكي وقت تماما. عايزة بقى تعمليه تغمزيه كده في عيش بلدي، يا سلام. عايزة تعملي جنبيه طبق مكرونة بصلصة وتحطي عليه، تمام. عايزة تدخليه الفرن وتعملي طاجن مكرونة بالسجق برضو، يا تمام. طبعا السجق الشرقي حاجة كده كلنا بنموت فيها وكلنا بنجري وراها ونجيبها من الشارع، طبعا هي والكبدة. تعالوا بقى معايا اوريكم هنعمل ايه. وقبل بقى ما اروح اقول لكم هنعمل ايه، هوريكم الحاجه اللي احنا هنعملها. ما تنسونيش في اللايك وفي الكومنت وفي الاشتراك في القناه. انتوا بتتفرجوا بيجي ظاهر عندي ان ناس كتير بتتفرج بس ولا بتعمل لايك ولا بتعمل كومنت ولا اي حاجه، كده هتزعلوني منكم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل السجق الشرقي. عايزه اقول لكم جامد جدا، بس اهم حاجه تكوني جايباه من عند جزار ومضمون، عشان خاطر ايه؟ يكون كويس ويطلع معاكي كويس جدا. طبعا انا جبته وقطعته، تمام كده. عايزه تحمريه الاول بعدين تقطعيه، مفيش اي مشكله، بس انا ايه قطعته تمام كده. ودي طماطم وفلفل رومي وحراق وبصل، بس التوابل ملح وفلفل اسود فقط لا غير، عشان بس التوابل دي عشان الخضار دوت. لكن السجق متحيق وكل حاجه، اهم حاجه جزار يكون كويس. بس كده حاجه خطوات بسيطه جدا جدا، وهنعمل احلى طبق سجق شرقي هتاكليه في حياتك. ويلا بينا بقى ايه على البوتاجاز. دلوقتي بصوا بقى، هنجيب على طاسه على النار، اي طاسه بقى، وهنسخن فيها حبه مش كتير لان هو اكيد هينزل اساسا زيت. عايزه اقول لكم الخطوه دي مهمه جدا، يعني ما ينفعش نحط الطماطم والفلفل والبصل الاول وبعد ما يتبلوا نحط عليهم السجق او السوسيس، لا. بيعمل ما بيحمرش يعني. لا احنا كده نجيبه ونكون معليين النار ياخد صدمه ونطلعه. هو طبعا هينزل ايه؟ طبعا كل حاجه دلوقتي الزيوت بتاعته كلها هينزلها، فهيدي طعم ايه، مش هيحتاج زيت تاني كتير يعني. بس بالراحه بقى. وبصي، واستحسن لو انتي تخافي ان هو يفك اعمليه وهو سليم وبعدين نقطعه عشان ما يتهريش، يعني وانتي مش عايزاه يتهري، لكن هو ان شاء الله يعني مش هيتهري. انا ما اقلبش فيه كتير لما ياخد صدمه الاول، لان انا لو ما خدش صدمه كويس لازم يحمر كده شويه، عشان لما بتحطيه اولا على الطماطم والفلفل والبصل على الخضار كله بيكون بقى متحمر، بيبقى طعمه جميل جدا وكمان يبقى ماسك نفسه. بس كده وحطيته. احط عليه بس رشه فلفل اسود معاه بسيطه كده يعني، وحبه ملح بس كده، بس يديله طعم. هو متحيق وكل حاجه، هيحمر شويه وارجع لكم تاني اوريهولكم. دلوقتي هنبصوا، هو طبعا نزل كتير، ممكن كمان تسخني الطاسه قوي وتحطيه من غير زيت خالص لانه بصي بينزل. بس عايزه اقول لك بصي بقى، انا كنت في الاول خفت ان هو يفك، لا مسك نفسه، عشان كده بقول لك هاتي من عند نوع جزار يكون كويس. بصوا شكله جميل. هعمل ايه بقى؟ هقوم بقى مطلعه هطلعه في طبق خارجي زي كده، هطلعه في طبق بره اصفي منه الدهون ديت، هطلعه بره كده. بس الصوص الجامد ده بقى مش هنرميه، اوعي ترميه، لا ده احنا هناخده بقى ونعمل احلى خضار فيه بقى، تسوي فيه الخضار بتاعك. عايزه اقول لك بقى جامد والله، من قبل ما احط توم ولا حاجه ولا اي حاجه تانية، ريحته جايبه فعلا تحسها اخر الشارع فعلا. البتاع بالذات السجق بالذات دوت، يعني دايما اجيبه انواع بتبقى ساعات غالي والله ويبقى مش حلو. بس بصراحه شابوه للجزار ده. بصراحه جربت منه الكفته والبرجر اللي انا عملته والسوسيس. لا الكفته والبرجر ولسه اللحمه بقى. هنعمل بقى في نفس الطاسه. بصي الصوص هقوم نازله بالبصل يتحمر شويه، ما بدلوش لون ولا اي حاجه، يعني يدبل بس. لو خد لون والخضار ده اتسبك هيدي طعم وحش جدا، لا هو كده بس ياخد لون. في فلفل نزل معاه مش مشكله. هسيبه بقى يدبل شويه وبعدين احط عليه الفلفل وبعدين الطماطم وارجع لكم تاني.
دلوقتي بقى بصوا خدت لون كده. عايزه اقول لكم الريحه يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الريحه الجامده، سجق الجامد جامد جدا. بصوا بقى احط بقى ايه حبه توم. انا نسيت اقول لكم في البدايه في المكونات اللي هي فيها ايه فصين 3 توم، ما تكترش عشان ايه مش هيبقى حلو يعني لو كتير. دوبك بس اشم الريحه يعني بتاعه الايه الفلفل كده، قصدي الثومه، بس ما خدهاش لون اساسا كده. واقوم حاطه بقى الفلفل برده يتشوح شويه. الحراق بقى ايه هركنه برشه في الاخر كده، اللي هم الحراقين قوي دول عشان فريده صغيره فايه بنتي يعني، فعشان كده ايه ما بترضاش تاكل الحاجه الحراقه. فانا بعد ما اعمل بقى الخلطه كلها وفلفل رومي وكده اقوم حاطه بقى الفلفل الحراق. انتوا برضو اعملوا كده عشان ولادكم الصغيرين. وبصراحه بقى اكتر يعني هو ما بيبقاش حلو الا لما يبقى مشطشط كده وايه بس كده. دي الفلفل اقوم حاطه بقى الطماطم. عايزه اقول لكم ما تقولوا الخضار مش كتير ولا حاجه، هو لسه بيدبل، لما يدبل هيبقى مناسب قوي لكميه السجق. وبرده الخضار ده انتي واللي انتي عايزاه، عايزه تكتري عايزه تقللي براحتك خالص. بس وعايزه الفلفل الاسود والملح. والسجق بتاعنا جامد خلاص على وشك الانتهاء وقرب يخلص بقى والريحه ايه. هقلب بقى شويه الخضار ده يدبل واجي لكم احط السجق عليه ونقلب مع طبق بقى مكرونه بيضه كده مسلوقه وحبه السجق اللي بقى الطماطم مش المكرونه مش تحتاج صلصه مننا، هو مليان بقى صلصه وحاجات بتاعت يا سلام اكلتنا المفضله الجامده. بس هيدبل وارجع لكم تاني. بس كده بصوا بقى حطيت بقى الفلفل الحراق ضفته دلوقتي. الاول حطيت الرومي والحراق بقى في الاخر كده. بس هي كده بصي يا دوبك الخضار دبل اقوم راجعه بقى بالسجق بقى جامد. يا لهوي يا لهوي على الريحه جامده جامده جموده. نعمل زي بقى الشيفات بتوع التلفزيون بقى، يا رب نبقى زيهم ومشهورين. بس هنعمل كده ازاي بقى ونتشهر ازاي وانتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي ولا حطيتوا لي اللايك ولا كومنت ولا اي حاجه؟ خليكم جدعين كده وشاطرين. بصوا بس كده واقلب كده ما تهروش بقى. بس كده انا حاسه ان هو محتاج شويه فلفل اسود. انا عن الناس بحب الفلفل الاسود فيه حلو يعني، هو فيه توابل وصوص رشه الفلفل لا هنا هو اصلا كله توابل. بس كده بقى واحلى سجق بقى. وهاتي عيشك بقى هاتي مكرونتك هاتي اي حاجه وتعالي بقى ايه وكلي معايا بالف هنا وشفا. بس كده هغرف بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى ايه ريحته الله ريحته جامده جدا والله. بصي والله ما خدش وقت تمام. عايزه بقى طبق مكرونه جنبيه طبق بطاطس محمره اللي انت عايزه اقول لكم ريحته جامده. انا عايزه اقول لكم بقالي فتره كبيره جدا ما جبت السجق بالعمه دي والحلاوه دي. بس طبعا ادوق قدام وافكروا ان دي تفاصيل لا ده لازم ادوق. بجد جامد والله العظيم بجد بجد جامد. جربوا بطريقتي ديت جربوا بطريقتي ديت. وبقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اللايك والكومنت الحلوين. واللي مش هيعمل انا هزعل منه عشان بشوف عندي ما حدش ولا بيعمل لايك ولا بيعمل كومنت بتتفرجوا بس كده. وقبل ما نختم صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ومع السلامه.